يا الله، السلام عليكم. حلقة جديدة نبتديها بصلوات على محمد وآل محمد. يا اخوان، مثل ما وعدتكم قلنا لكم اطلقوا الطيور بالمحمية، وهاي جبنا طيور جديدة. هذا حمام مستجر راح نطلق بالمحمية ان شاء الله. هاي لان ما تقديمات عندنا هناك بذيك المحمية مال الغرف. بعنا من اجلنا بقن راح نطلقن هنا ان شاء الله، لان هسه موسم، هو موسم مالتهن، فهسه مثل ما قلنا لكم اطلقوهن لا تخافون من عندن بعد. اذني 4 طواير و5 بحله، لان هذا الحمام العادي راح نطلعه كله ما نخليه ان شاء الله، بس هالموسم نطلعه ما نخليه، نشتغل بهذا ان شاء الله. فتابعوا ويانا. وهاي الطيور راح نطلقها، يعني هسه راح نطلقها بعد جديده بالمحميه، بدل كل شيء، فان شاء الله هاي يطير وياها وعلى بركه الله. شوفوا اخوان، هاي جناح انضرب هسه. اخوان ما بيها شيء، مو جناحه بس، هذا جناحه هلس. شوفها من ورا القفص، ما عليها شيء، يطلع لها نسل ان شاء الله. وانا كان بالاقفاص وهسه فكان بالمحمية. احنا جبناها ما نعرف قبل، بس انه ذن عندي مخاليف صار عندي بالاقفاص، وما اعرف ذن بعد قديمات المايات، ما اعرف كان محمية كان ما اعرف والله بيهم، فان شاء الله ما عليه شيء. اخوان هاي انحطت فوق. واخوان تجد اي طير لا تبقى بالمحمية، هاي مو شوية ياخذ طبيعته، لا يتعب، يقوم يدل المكانات، يقوم يصعد، يقوم ينزل عند المكان الاكل، عند المكان المي. يا اخوان مثل ما تشاهدون، هاي عندنا الزوج سوبر جامبو. اخوان هاي احجام عالية، يعني هاي ماكس احجام عالية، هاي من تبذيرنا مثل ما شفتوا شنو خلينا وين الحمام. وهسه راح ننقلهن. وعندك ذن طيور الحوب البلاك وينج. اخوان ذني فرخات عندنا صارت، صلى على محمد. ذن المهاتين، وهسه هنا قنان هناك. وهذا زوج راح ننقله محمية الفينيشات. وهسه راح نزينه واشوفكم الاحجام مالتنا. وهاي يا اخوان مكانها فرعناه، كله فرعناه، بس بعد عندنا طور الحوب راح ننقله وين مكان. قلت لكم هاي راح تنبني، راح يصير مشتمل سكني. وهاي الاقفاص كلها سواد لها، طلعها سواد لها بمحمية الدجاج. هاي يا اخوان مثل ما تشاهدون ترس ايدي ترس. وهاي يا اخوان شوف الفحل، شوف اخوان على منقاره
كل ما يكبر حجمه منقاره يصغر. شوف اخوان صبغات الذيل مالته. بالنسبة هاي الطيرة اخوان، هاي هذا اللون وهذا اللون يذبلك يذبلك اورنج. او يطلع على امهاتين. فيصل عن مخليني محمية الفينيشات وتابعوا يعني. وهاي مثل ما تشاهدون محمية الفينيشات. الفحل جبناه للستار فينش ان شاء الله. هاي الطيارة، هاي الفحل وهاي الطيارة. وعندنا الكنارية الطيارة مالته جبنا هاي الطيارة مكانها كلوستر. شوفوا اخوان هاي كلوستر. وهسه هاي الطيور ان شاء الله راح ننتقل بالمحمية هنا، محمية الفينيشات. ومثل ما تشاهدون هذا ياكلها، وهاي مواد تعشيش. هاي الطيور مالتنا موجودة، ما عندنا فناجس هنا، بس هذا الزوج راح نخليه. وبس اخواني راح نطلق هين على بركة الله. هاي اخوان هاي الطيارة وهاي البحر. اخوان عجلهم بس الموبايل يعني التصوير ظالمهن. وهاي ان شاء الله نشوفكم ان شاء الله انتاجها ان شاء الله اذا الله رزقنا بيهن. لان اخوان اللي صار لهم فتره بالقفص ما يقدر يوديهم المحميه هذي هناك، فما عندنا هنا فناجس جبناها هنا ان شاء الله. صلى على محمد. وهسه نرجع وياكم باقي المحميات ونشوفكم تطورات، فتابعوا يعني. وهاي اخوان رجعنا بيوم ثاني نتفقد الحمام المشجر وباقي الطيور. شوفوا اخوان مسافة المحمية، الطول 18 متر. بس احنا مقاطعيها، من قلنا لكم كل نوع من انواع الطيور نخليها بوحدها. لان اخوان عندك هذا السهايم مثل الجاور قبل كنت مخليه ويا الفناجس هنا. الطير خوش طير، ما اقول لك طير منتج وخير من الله بيه، بس ويا باقي الطيور ما ادري. يعني كنت انا يوميا اجي القى مشمر فد 20 فرخ صغار، الحمد لله والشكر من نقلته ما صارت عندي هاي الشغله بعد خلاص. وما اقول لك مو خوش طير، لا خوش طير بالعكس. وبقينا بس للمستويات يعني اعلى مستوى الامنيوم والعسلي للنوعيتين. واحنا بالتصوير نقرب على الطيور الشاشة على مود تشوفونه. وهذا بالنسبة للرمان ما اعتقد يصير،
لان من يطلع الاوراق مالته الطيور تاكلها. احنا ضفنا هاي شجره المحميه. هاي بالنسبه للاشجار. اخوان الجو متقلب. جو متقلب، ساعة حارة ساعة باردة. شوفوا الطيور هاي بالشمس واقفة تتشمس. هسه راح اقربها وشوف الطيور. ما رجع لها. هاي يوم الثاني صور الطيور. هاي فلست. شوفوا اخوان هاي الطيور مجمعة كلها سوا على الشمس. لان هن ولايف. ولايف يعني شنو؟ يعني هن كانوا سوا، مجموعات سوا كانوا. وهاي اخوانك وجماعه يعني يعلق. الحمد لله شكرا، ما عندي تعاليق سلبيه يعني، بس يعني الشغلات من عندنا ومعلق. واصلا هو ما مشترك بالقناه، يعني ما مشترك بالقناه ويعلق ويريد شروط وشغلات، لا معلق لا مخلي لايك. فارجو منه يرجع يشترك بالقناه مالتنا ويعطينا لايك. يعني هاي هواي يعني اشوف هواي جماعه ايش تسوي، ما تخسر شيء. يشترك بالقناه ويعطي لايك على مود تصل الباقي العالم، لازم يتعلمون من عندنا، يشوفونها، يعلموا على الشغلات. صلى على محمد. شوف اخوان بدأ الحمام يتكاثر. هسه حتى تمطر الدنيا ما تمطر الدنيا بعد، هي هاي تقريبا صار درجة الحرارة 24 22 23. وانا مثل ما تشاهدون فاتحين بس بالليل نغلفها اخوان. ليش اخذ عليكم في الشغله؟ يعني هذا بالليل ما اغلفه، من اشوف الجو بارد اغلفه، ارجع الغلاف مالته هو ليلون راسا راجعه، نسوي له شغله حلوه وبسرعه رجعه. والصبح افتحه على مود تدخل اشعه الشمس مباشره المحميه. ما شاء الله الاشجار كبرت بعد، احنا ما نهتم ان شاء الله الصيف. وهسه راح اشوفكم الفرخات. وانا هذا عندي فرخات فوق بالاعشاش، بس انا ما اقدر اصعد يعني اسوي فتح اعشاش ومكان عالي، وتعرفون يعني العمر هم له حوبه، فعلى اقدر له اصور لكم اياه. مثل هذا يعني الاعشاش هاي القريبه، انا مو دائما يعني انا ذيك مره قالوا لي مو مكان واحد، جميع المكانات ما اقدر اصعد والله. انا اشوفكم الحمام من هنا واستمتعوا بالمشاهده مالته والطيور كلها. هاي ما شاء الله هاي افراح جديده. وبالنسبه للصغار
احنا ما نحلقهن، لان من ترفع من العيش حلقه ترجعه يشيك بالقاع لا تقرب له. عندك هاي الطيره جديده بيضت. شوف اخوان، شوف شو تسوي، شوف شو تسوي. شو تسوي؟ هاي تخاف على بيضه خطيه. هاي بيضه اول بيضه. شوف اخوان، هاي على مود تخاف على البيض مالها على مود واحد يركض وراها. هاي بالبريه مو هنا بالمحميه. والله بعد نشيحنا. اللي يشاهد هذا الفيديو اخوان، اللي يشاهد هذا الفيديو خليه يشترك بالقناة ويعطينا لايك. وما نطول عليكم فيديو. تحياتي للجميع.